السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حابب اتكلم معاكم في مواضيع عن نتيجة الثانوية العامة، وحابب تقول لطلبة الثانوية العامة اللي جاب مجموع هو بيتمناه وبيحلم بيه، واللي نجح بتفوق، والناس اللي ربنا ما وفقهاش أو جاب مجموع بس ما كانش اللي يتمناه. حابب أقول للناس إن ده الثانوية العامة مش هي آخر المطاف. هحكي قصة كده تخصني. أول حاجة وأنا في الثانوية العامة كنت في الثانوية العامة تقريبا كان سنة 2003. الثانوية العامة كانت تانية وتالتة بيتضافوا على بعض، والاتنين ثانوية عامة. في التانية كنت طالع الأول على المدرسة وجايب 95%، والسنة اللي قبليه على فكرة اللي كان جايب اللي دخل صيدلة جاب 94 و26%. المهم جبت في تانية 95%. جيت في سنة تالتة كنت في تانية الأول على المدرسة. في سنة تانية في سنة تالتة وأنا في لجنة الفيزياء مسكت الامتحان كان كويس وكان سهل بالنسبة لي وبحل كويس وماشي تمام وكده. المهم حصل حاجة في اللجنة كده، فالناس كانت بتحاول تغش وكده، فمراقب اللجنة طبعا بيغشوا مني، فحب طبعا ما كنتش عارف اقول لحد لا. فمراقب اللجنة نقلني قدام، جه مراقب الدور كان في الحمام، مراقب الدور وقف مكانه، فرجع المراقب الاساسي لقيني اتنقلت قدام، جه رجعني ورا وانا شديت معاه مش عايز ارجع ورا عشان عايز اركز في الحل. وبعد كده جه حد تاني كده، قصة كده يعني، كان عايز طالب في لجنة تانية عاوز اديله اسئله وانا مش فاهم طبعا، وعايز اسئله انه اللي مش هيجي من بره، قصه كده يعني مش عايز احكيها يعني. بس المهم الخلاصه ان في لجنه الفيزياء انا اتسحب مني الورق في اخر الامتحان، وكان اخر سؤال في الامتحان انا ما حليتش منه غير نقطه واحده. السؤال كان ساعتها 6 اسئله تختار 5، انا حليت اول نقطه في اول في السؤال الخامس بس، فالسؤال عليه 10 درجات انا خدت 3 درجات بس، وكان السؤال كده هيطير مني 7 درجات انا ما حليتهمش، واتسحب مني الورق قبل ما اكمل لان ما لحقتش احل من الحاجات اللي حصلت في اللجنه دي. وجبت 43 من 50 في الفيزياء. طبعا 7 درجات ايامنا كان الثانويه العامه الدرجه الاربعه درجات ب1%، يعني تقريبا 2% طاروا مني، وانا كنت عارف الاجابه. فطبعا كنت زعلان، حكيت لبعض المقربين ليا لما طلعت انا كنت عارف ان انا هجيب 43%، انا ما اتظلمتش، جبت فعلا 43% بما يؤكد ان انا كنت عندي كل الاجابات صح. فانا عايز اقول للناس ان، وطبعا برضه جبت 95% بس كنت في السنه دي المفروض ان انا هجيب اعلى من السنه الثانيه. طبعا طلعت تاني على المدرسه في الوقت ده، وساعتها جبت 95، كان ساعتها الصيدله تقريبا 96 رفع التنسيق ساعتها. المهم كل اللي حصل ده ممكن عشان انا مكتوب لي ان انا